عارف النيرد اللي هو بيبقى بيجي في الحصه او المحاضره ويفكر مستر بالواجب او الاساينمنت، وبرضه الشخص اللي البنت اللي انت نفسك تكلمها هتموت بس وتشم ريحه شراب رجلك. الشخص اللي دايما تلاقيه في المسلسلات بالشكل ده برضه كان من ضمن اسباب الحرب العالميه الثانيه، السبب في خساره حرب 67 كان بسبب الشخص ده. مش سهل نهائي، يعني وش المحب تحت عينه اسود من كتر المذاكره ده، لو شاله كده انت هتشوف بقى وش مسيح الدجال. ما زودتها شويه صح؟ بس يعني النردات دول كتروا اول الفتره اللي فاتت، كله بقى عاوز يفيد المجتمع. من ساعه ما بدات اعمل فيديوهات هنا على القناه وده تسبب ليا باضرار، بس من ساعه ما بدات القناه هنا كله بيقول لي بقى انت ايه طب تفيد البشريه اكتر من كده، ولا ايش كل محتوى عامل ازاي محتوى ويتعب فيه عشان يفيد الناس. ساعتها سألت نفس السؤال، هما الناس دول بيعملوا المحتوى ده ليه؟ انا في الفيديو ده هتكلم عن المحتوى العلمي او البوب ساينس. اختصار البوب ساينس ده معلومه بيبسطها لك بشكل كبير زياده عن اللزوم، يعني ممكن يحطها لك كده ويحط لك تحتها جيم بلاي الجي تي اي. البوب ساينس من اسوأ المحتويات اللي ممكن اي حد يقدمها، لانك بتحتاج تقعد تقلب في مواقع الاخبار عشان تلاقي خبر او مقاله كتبها واحد كان بيمرن ايده ازاي يكتب مقالات على النت وتاخدها تعمل بقى فيديو، بس الناتج النهائي يكون شخص بيقدم محتوى نظيف، شخص بيفيد المجتمع. فاحنا عندنا نوعين بيقدموا المحتوى ده. النوع الاول وهو الفاهم بجد زي الدحيح والناس اللي هي وراهم شركه انتاج كبيره وبتاع، والنوع الثاني اللي هو البصمجيه. النوع الاول ده شخص بيكون قرر يصور فيديوهات من 30 سنه قبل ما النت يتوجد، من قبل ما الكاميرات اصلا تخترع. يا دوب اتعرف من مدير مدرسه ولا حاجه فقال له انا عايزك تيجي ايه تعمل فقره في الفصل، حاجات زي كده اللي هو تعالى ايه سلي الطلبه عندنا شويه. ومن هنا بقى بيبدا مسيرته في الاحتراف، وبتبتدي تلعب معاه ويجيب ملايين في الفيديو وحاجه كده اللهم بارك. بس بيجي في الاخر ويصدم الناس كلها صدمه العمر، الصدمه اللي الناس كلها ما كانتش تتوقعها فيه، ويطلع الفاشل ابو جي بي اي 1.2 اللي غالبا سقط في الاملا في ابتدائي، يطلع مش هو اللي عارف المعلومات دي. يعني واحد زي الدحيح ده، تخيل الدحيح ده في حد بيجي يقعد يقول له هتقول ايه وما تقولش ايه، ويقعد يقول له هو يردد وراه، حافظ مش فاهم، هو مش حافظ كمان هو بيردد. انا افتكرت ان الدحيح ده واحد بيقعد يذاكر ليل نهار ويكتب ويعمل وبتاع، وفي الاخر يجي حد يملي له السكريبت، ايه الوساخه دي؟ او واحد تاني بيطلع صهيوني او ملحد زي الواد اللي هو كان بيتكلم عربي زمان وان هو شغال مع صهيون، مش عارف اسمه ايه العصر ده. بس النوع الاول دوت بيبقى فاهم ان هو بيعمل شو محتوى ترفيهي، ما بيبقاش مكبره في حق نفسه ان هو عالم وبتاع. لكن النوع الثاني بقى اللي هو البصمجيه، دول اخطر انواع الكريتورز لسببين ثلاثه اربعه، مفيش حاجه تغفر لهم غير المونتاج بتاعهم بيبقى كويس في معظم الفيديوهات. هم بيقدموا محتوى على اساس ان هم يفيدوا البشريه، اللي هو ينزل فيديو من هنا ويخش ينام يصحى يلاقي الكوكب بقى يوتيوب. هو ده هدف في الحياه، ان احنا نبقى ناس كده الدنيا مظبوطه كله فاهم يعني ايه خمس معلومات ما كنتش تعرف عنها قبل كده. هو عايز كده. فانا جبت لك قايمه، والقايمه كبيره، انا جبت لك اكتر من شخص بيجي لي قبل ما انام وانا بتفرج على فيديوهات اسلام العطلان ولوشا والشباب الجميله دي. قبل ما اتكلم عن اي حد انا بهزر، موافق ان انا اهزر. اول واحد معانا في القايمه هو سعودي، انا مش عارف هو جنسيته ايه الصراحه بس هو اسمه كده. بيكون رايح يعمل حاجه فجاه يفتكر ان في 2011 كان في واحد رايح يعمل حاجه وطلع له المسيح الدجال قال له مره واحد صعيدي راح السينما لا مكتوب عليها زائد 18 راح جاب 17 واحد ورجع تاني. محتوى غريب قوي، انا مش عارف ايه سبب الاحداث اللي بتحصل له دي، بس افتكرت ان في 1885 ابراهام لينكولن ساب كلهم يتحرروا. تاني واحد معانا في القائمه هو ناصر حكايه، الايدول بتاعي الصراحه. يعني ناصر حكايه ده حكايه، بص انا مش قادر احدد الصراحه ناصر حكايه بيقدم ايه، لان هو احيانا ممكن يعمل فيديو رياكت او بوب ساينس، ممكن يطلع يقول لك كام معلومه على السريع. الرياكت بيجيب فيديو جاب 100 مليون مشاهده على الانستجرام او على التيك توك وقوم عامل عليه يقول لك ايه بقى اللي في الفيديو، يقول لك ايه اللي بيحصل. ما اصل لو انت كفيف الموضوع ده ماشي معاك كويس قوي لدرجه انه على اليوتيوب عنده 6 مليون مشترك، انما في البوب ساينس بقى بيأفور فشخ. يعني معلومه مثلا سريه موجوده في القطب الشمالي محطوطه في خزان ميه تحت الارض محدش يقدر يوصل لها غير بثلاث وسائط في مرور بالقاس او ثلاث آلات زمن. هو بقى ناصر حكايه الراجل اللي انا مش ايدول من فراغ، هو رايح يجيب لك المعلومه دي يعملها لك في فيديو 30 ثانيه. كل التسريبات دي وغيرها من وثائق سرية محفوظة في واحد من أكتر الأماكن سرية تحت الأرض. وهخلي اتخانها واحد في اداره التيك توك يشيل الفيديو. يلا هو ناصر حكايه بيود ما يهمش معاه اي حد. ثالث واحد معانا هو يوسف مجدي. ثلاث حاجات ما كنتش تعرف عنهم حاجه خالص. مين مهتم الصراحه؟ عمري ما اهتميت بالموضوع ده. فكره الاسئله اللي كان بيعملها في الشارع دي بينت قد ايه احنا اغبياء قوي. يعني الناس هنا مش عارفين فعلا، يعني بجد انتوا بجد مش عارفين اكبر مثلا مدينه في العالم ايه. انا اخش اجاوب على كل الاسئله اللي في الفيديو، اجيب فيديو منهم واوقف واجاوب من غير اي مونتاج من غير اي حاجه. يا سيدي انت اختار مثلا، اختار اي فيديو. ايه هو اخطر كائن في العالم كله؟ الحوت الازرق. لا مش الحوت ده الازرق، أكبر. هو صغير قوي وبيطير. سيد قشطة. بصوا اخطر كائن في العالم البعوض. بصوا ده اول فيديو انا عملته في حياتي كلها. اخطر كائن في العالم كله هو الناموس. يعني اتلخبطت والله يعني. مش مصر. الاخطبوط عنده كام قلب؟ 3 قلوب. حلو. 8. 8 ايه؟ تلاتة. 3. وهو دلوقتي عنده 3 قلوب. عنده بقى كام مخ؟ ما عندوش ولا عقل اصلا. لا الصراحه الاخطبوط عنده اخطبوط رخويات صح، وعنده 8
دراعات، وعنده 3 قلوب. الراجل عنده مش عارف، بس انا بحب يوسف يعني ككونتنت كريتور، وبحب الناس كلها يعني. رابع واحد معانا بقى وهو وش صلاح، راجل كبير، راجل كبير بيحاول يساعد الناس ويخلي الجيل الجديد يطلع فاهم يعني ايه ثقافه، يبقى مثقف كده يعني الفيديوهات دي ما تقلش اي درجه عن الراب. الاتنين بيخلوك مثقف، الاتنين بيخلوا عندك شخصيه. يعني مثلا الاختبار ده هيبين لك اذا كان نص دماغك اليمين او نص دماغك الشمال هو المسيطر على طريقة تفكيرك وهو اللي بيوجهك. لو انت شايف الحصان اللي قدامك ده ماشي لقدام، انا شايفه ماشي ويرجع لورا، فانت كده شخص مفكر ومحلل ومنطقي ومنهجي، وبتفكر كتير وبتشوف العالم عن طريق الارقام، وده لانك بتستخدم الجانب الشمال من دماغك. اما لو انت شايف الحصان بيرجع لورا، فانت شخص مبدع وبديهي وفنان، وبتشوف العالم عن طريق العواطف والمشاعر، لان دماغك اليمين هو المسيطر عليك. اما لو انت شايف الحصان شوية ماشي لقدام وشوية ماشي لورا، فانت تعتبر من الناس اللي عندهم هاي اي كيو، يعني اللي بيمتلكوا معدل ذكاء عالي جدا. وكل اللي انت محتاجه عشان تبقى ذكي انك تكون بتستخدم حاسه البصر. يعني لو ما بتستخدمهاش حاول تستخدمها عشان تبقى من الناس اللي بيشوفوا المصنع. او لو انت كفيف مثلا يبقى انت محتاج بقى تاخد كورس محو اميه وتبدا الحياه من اول وجديد كده وتتعلم. بس مشكله وش صلاح ان هو بيمط الفيديوهات بتاعته قوي. يعني عشان مثلا يقول لك شيل حاجه من على وشك، هيقعد دقيقه كامله يشرح لك تكوين جلدك وتكوين وشك بيتكون من ايه، وبعد كده يدخل على تكوين اللحم جوه، وبعد كده يدخل على خلايا المخ، وبعد كده بقى نبقى نشوف بقى عايز تشيل البتاع دي ولا. خامس واحد بقى وهو شارع العلوم. انا راجل بالنسبه لي ده توب 10 اسوأ كونتنت كريتورز موجودين في العالم، ومش عشان هو فيديوهاته وحشه ولا عشان مثلا هو شخصيه وحشه، بس يعني انت بتعمل تجربه. يعني ما دام انت بتعمل تجربه علميه ما تعمل فيديو واحد وخلي الفيديو سريع شويه. ليه تعمل لي الفيديو على جزئين بس عشان تشوف الصابون وهو بيطلع من الكوبايه، او مثلا تقعد تتفرج على 3 4 فيديوهات وفي الاخر بقى معلش نظريه بايظه طلعت اول ما تنفعش. كنا المفروض نحط ملح الطعام بدل ان ايه سي. انا مش عارف بصراحه احنا ممكن نوصل فين بالتجارب دي، بس يعني انا فاكر ان انا في المدرسه ايام ما كنا بنعمل تجارب في الفصل كان المستر كان يروح يجيب لك ايه حته صوديوم ويحطها في الميه فتولع، يحط لك 1 من 100 جرام تولع بقى. هو احنا اتجننا، يا ساينس احنا اتجننا. احنا النهارده بقى نبدا نعمل مفاعل نووي. كان في واحد ساعدنا راح حط يعني هو لما جيت الدور عليه عشان يحط الصوديوم راح حط كميه كبيره فشخ. مستر ما كانش عارف يعمل ايه. هو بيعرف يحضر الجن بس ما يعرفش يصرفه. يعني هو يعرف يطلع النار بس ما يعرفش فيه. الحمد لله جت سليمه. يعني المشكله اللي انا شايفها من المحتوى ده ان هو بيخلي الشخص عنده معلومات ملهاش اي لازمه، بس من جواه يحسسه ان هو فاهم الدنيا ماشيه ازاي وفاهم معلومات كتير ومثقف وبتاع. انا ما زعلش مني، بس قول لي مثلا استفدنا ايه لما عرفنا الاخطبوط عنده 8 بخاخ؟ مفيش حاجه تستفيد بيها غير ان انت لو هتفتح مصمت تروح تستثمر في الاخطبوط كده تجيب لك كام واحد بحلح. ما اعتقدش تستفيد اي حاجه تانية بالمعلومه دي. يعني هل مثلا اول ما تشوف الفيديوهات دي هتروح تفتح مفاعل نووي في شبرا؟ بس كل اللي انت بتعمله ان انت بتحسس نفسك ان انت فاهم حاجات كتير قوي وعندك معلومات ومثقف وبتاع، وهي ماشي. عايز اعرفك ان كل اللي جبت سيرتهم في فيديو انا ما بكرهش حد فيهم. انا بس بكره البوب ساينس، ما بحبش الفيديوهات دي. انا بحس ان انا كل ما بتكلم على حد على اليوتيوب بحس ان الناس بتشوف ان انا بكرهه، مع ان ده المحتوى بتاعي كله اصلا هزار. فاهم ازاي؟ مش عارف انتوا بتفكروا ازاي. يعني كل ما اجيب سيره حد تقول انت بتكره ده وانت بتكره ده. لا يا عم والله انا بحب كل الناس، انا بحب كل البنات. الحصان اللي قدامك ده مش كل الناس بتشوفه بيتحرك نفس الحركة. فيديو 9 دقايق انا عايز ادفع فلوس. بمناسبه ان انت هنا انت راجل لويال اتفرجت على الفيديو كله. بص انا سايب لك حاجه كده اكسكلوسيف ليك انت مخصوص، يعني بما ان انت بتتفرج على الفيديوهات الاخيره وكده، فعشان انت حبيبي تمام خش سيرفر الديسكورد اللي في الديسكريبشن تحت، وهندخل ديسكورد نقعد مع بعض في يوم من الايام. هنعمل ميت اب بقى على ديسكورد ونتكلم مع بعض وكده. يعني لو عايز انا كده كده هديكوا ميعاد نبقى ننزل نقعد في ديسكورد كده ونشرب حاجه سوا. على الانستجرام سبسكرايب للقناه التانية، سبسكرايب للقناه دي لو انت مش عامل سبسكرايب بس.